بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبد الله ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد أيها الإخوة، فهذا مجلس من مجالس العلم والإيمان، نتذاكر نحن وإياكم فيه حديثا من أحاديث المصطفى صلى الله عليه وسلم. ففي السنن من حديث العرباض بن سارية رضي الله عنه أنه جاءه رجلان من التابعين يعودانه ويزورانه، قال: جئناك عائدين وزائرين ومقتبسين، يعني أنهم يعودونه أي يزورونه من مرض ألم به، ومقتبسين أي يأخذون منه نصيحة ينفعهم الله جل وعلا بها. فقال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب، فقلنا: يا رسول الله، كأنها وصية مودع فأوصنا. قال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن عبد حبشي، وعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. هذا الحديث العظيم أيها الإخوة من الأحاديث العظيمة في الإسلام، وهذا الحديث كما ذكر جمع من أهل العلم تلقته الأمة بالقبول، وفيه بيان لأصول الدين، وفيه بيان لمنهج سلف هذه الأمة في تلقي الاعتقاد. فإن التابعين رضي الله عنهم ورحمهم جاءوا إلى هذا الصحابي يزورونه ويطلبون منه الوصية والعلم، فأخبرهم بالموعظة التي وعظها رسول الله صلى الله عليه وسلم الصحابة. وخير الوعظ أيها الإخوة ما كان بكتاب الله، وما كان بأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما وعظ الناس بالقصص المكذوبة والأحاديث الضعيفة والقصص الغريبة فليس ذلك من منهج الإسلام في شيء، وهو خلاف هدي السلف رحمهم الله تعالى. ولذا قال السلف: إن قصص القرآن هي جند من جنود الله، ومن لم يكن له واعظ في كتاب الله ولا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلبه مريض أو ميت. الذي يتلمس القصص الغريبة والأخبار المكذوبة والأحاديث الضعيفة كما يفعل كثير من القصاص فقد ترك طريقة الصحابة رضي الله عنهم والتابعين. قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة. وأي بلاغة أيها الإخوة أعظم وأفصح من بلاغته صلى الله عليه وسلم، فإنه لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى صلى الله وسلم وبارك عليه. قال: موعظة بليغة وجلت منها القلوب، أي خفنا منها، وذرفت منها العيون أي بكينا منها، فقلنا: يا رسول الله،
كأنها وصية مودع، أي سيودع هذه الحياة وينتقل منها، فقال أوصيكم بتقوى الله، وهي أعظم الوصايا أيها الإخوة. قال الله جل وعلا: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. التقوى أن تجعل بينك وبين عذاب الله وقاية، حاجز، باتباع أوامره واجتناب نواهيه. وإن قال لك رجل اتق الله فلا تغضب، بل هي وصية الله للأولين والآخرين، بل هي وصية محمد صلى الله عليه وسلم للأمة. اتقوا الله، أي اجعلوا بينكم وبين عذاب الله وقاية باتباع أوامره واجتناب نواهيه. من حافظ على صلواته وأدى زكاة ماله وصام رمضان وحج بيت الله الحرام إن استطاع إلى ذلك سبيلا، وقبل ذلك حقق التوحيد لله واجتنب كبائر الإثم وصغائره، فقد اتقى الله حق التقوى. قال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة وإن عبد حبشي. هذا أصل من أصول أهل السنة والجماعة، أنهم يسمعون ويطيعون لمن ولاه الله أمرهم في غير معصية الله، وإن كان المتولي عليهم عبد حبشي، والعبد الحبشي قد سقط في حقه شرط من شروط الإمامة وهي الحرية، إلا أنه بسبب الخوف من الفتن والقلاقل إذا خرج عليه ولم يسمع له، فقد أوجب النبي صلى الله عليه وسلم طاعته حتى ينتظم أمر المجتمع ويحفظ الأمن ويعم الأمان. والمجتمعات التي خرجت على ولاتها لم تجد من بعد خروجها إلا شرا وفتنة وبؤس، ونسأل الله جل وعلا أن يصلح أحوال المسلمين في كل مكان. ثم قال صلى الله عليه وسلم: وعليكم بسنتي. أمر النبي صلى الله عليه وسلم باتباع سنته، لأنه صلى الله عليه وسلم يوحى إليه ولا ينطق إلا وحي. قال الله جل وعلا: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فصلى الله وسلم وبارك عليه. من اتبع سنته وعمل بهديه فاز ونجح في الدنيا والآخرة. قال الله جل وعلا: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. وقال تعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. وقال صلى الله عليه وسلم: ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه. وقال صلى الله عليه وسلم: لا يوشك أحد متكئ على أريكته يقول بيننا وبينكم كتاب الله، فما جاءنا في كتاب الله أخذناه، ما جاءنا من حلال أحللناه، وما جاءنا فيه من حرام حرمناه. ألا وإني أوتيت القرآن ومثله معه. وفي رواية: ألا وإنما جاء به رسول الله مثل ما جاء به الله. ألا وإنما حرم رسول الله مثل ما حرم الله. فلا بد من اتباع سنته، فالسنة شارحة للقرآن، مبينة له، موضحة له. أين تجدون في القرآن أن صلاة الظهر 4 ركعات، أو صلاة العصر 4 ركعات،
أو صلاة الفجر ركعتين. أين تجدون في القرآن نصاب الزكاة؟ كلها مبينة في سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. من هم هؤلاء الخلفاء؟ أبو بكر الصديق رضي الله عنه، صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورفيقه وحبيبه وخليله، وما طلعت الشمس ولا غربت على أفضل من أبي بكر رضي الله عنه. وعمر الفاروق، عمر بن الخطاب، الذي فرق الله جل وعلا بإسلامه بين الحق والباطل. ذلكم الرجل الذي يخاف منه الشيطان ما سلك عمر فجا أي طريقا إلا سلك الشيطان فجا وطريقا آخر. ثم عثمان بن عفان ذي النورين، الرجل الذي تستحي منه الملائكة، قال صلى الله عليه وسلم: ما ضر عثمان ما أنفق بعد اليوم، شهد له بالجنة رضي الله عنه. ثم علي بن أبي طالب ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم وزوج فاطمة، الذي أحبه النبي صلى الله عليه وسلم وقربه وأدناه منه. هؤلاء هم الخلفاء الأربعة الراشدون. واتباع طريقتهم وهديهم وسنتهم، لأنهم لا يخرجون عن هدي وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وهم خير القرون. قال: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. قال: وإياكم، حذر النبي صلى الله عليه وسلم أمته، قال: وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة. والمحدثات أيها الإخوة هي زيادة، الإحداث هو الزيادة والاختراع على غير مثال سابق. وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة، أن يزاد في دين الله شيئا لم يأذن به الله ولا رسوله صلى الله عليه وسلم. وما ضعفت هذه الأمة ولا نخر في جسدها المرض والوهن إلا بسبب انتشار الشرك والبدع بين من ينتسبون إليها. إذا ذهبت إلى بلاد المسلمين وجدت بدعا كثيرة لا يعلمها إلا الله تبارك وتعالى. بدعة الاحتفال بالمولد النبوي، بدعة الاحتفال بالإسراء والمعراج، بدعة الاحتفال بليلة النصف من شعبان التي بالأمس البارح يحتفلون. أتوا بأمور لم يأذن بها الله ولا رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا فعلها خلفاؤه الخلفاء الراشدون، ولا فعلها أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. ولن يصلح هذه الأمة أو آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها، كما قال إمام دار الهجرة مالك بن أنس رحمه الله تعالى. إياكم، حذر من المحدثات، حذر من البدع. لماذا؟ لأن البدعة استدراك على الله واستدراك على رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الله جل وعلا قد بين ووضح لنا هذا الدين. قال: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. انتهى الإسلام، انتهت شرائعه، وإلا فهو باق إلى قيام الساعة. لا يجوز إحداث شيء في الدين واختراع شيء في أصول الدين أو فروعه.
قال كل بدعة ضلالة، سماها ضلالة. أما الذين قسموا البدع إلى بدعة حسنة وبدعة سيئة فقد خالفوا حديث النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه لا ينطق عن الهوى وحديثه محكم. قال كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. هذه البدع والخرافات ضلالات ومآل أصحابها إلى النار، فلا يجوز أيها الإخوة التعبد بشيء لم يأذن به الله تعالى، أو زيادة في دين الله لم يأذن بها الله تعالى أو رسوله صلى الله عليه وسلم. قال وكل ضلالة في النار، زادها النسائي في سننه بإسناد جيد. هذه عاقبة أهل البدع والضلالة. ولذا لما قرأ ابن عباس قول الله جل وعلا عاملة ناصبة تصلى نارا حامية، فسر هذه الآية فقال هم أهل البدع والضلالة، نسأل الله السلامة والعافية. يعملون أعمال يظنونها صالحة لكنها ضلالات. ما أكثر البدع أيها الإخوة الآن في زماننا، يقيمون المآتم وقراءة القرآن فيها ويعملون أمورا لم يأذن الله بها تبارك وتعالى. الاحتفال بالمولد، الاحتفال بعاشوراء، ما يحصل عند كثير من الناس من لطم الخدود وشق الجيوب والبكاء على بعض الصحابة كذبا وزورا وجهلا وحمقا، كل هذه من البدع والضلالات. وقد تصل البدعة بصاحبها إلى الكفر، فإن من البدع ما هو مكفر وما هو دون ذلك. هذه وصية النبي صلى الله عليه وسلم التي أوصى بها الصحابة رضي الله عنهم، ونقلها لنا الصحابي الجليل العرباض بن سارية أبي نجيح. فالله الله أيها الإخوة في حفظ وصايا النبي صلى الله عليه وسلم والعناية بها، فإنها تجمع خيري الدنيا والآخرة. ففي هذا الحديث أيها الإخوة فوائد كثيرة، منها حفظ دماء المسلمين وأعراضهم وحفظ جماعتهم واتباع السنة والحذر من البدعة، وفيها فضل الخلفاء الراشدين واتباع طريقتهم وهديهم. نسأل الله جل وعلا بمنه وكرمه أن يفقهنا وإياكم في الدين، ويجعلنا وإياكم ممن يستمع القول ويتبع أحسنه. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين، واجعل اللهم هذا البلد آمنا مستقرا وسائر بلاد المسلمين. اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ول على المسلمين خيارهم واصرف عنهم شرارهم. اللهم أبرم لهذه الأمة أمرا رشدا برحمتك يا أرحم الراحمين. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.